اوكي، خليني هلا اشرح لكم كل شيء. تمام، انا بدي اعطيكم تحديثات انه انا شو قاعد عم ساوي بالشقه. تمام، حلو. هلا قبل كل شيء ممكن تلاحظوا انه المكان ما له مرتب كتير، ولانه قاعد عم اخذ ادواري انا واخي ما له قاعد عم يساوي شغل كويس بترتيب البيت. بس هلا شيكوا على هذا الشيء. اهم شغله صارت معي هو انه انا صار عندي اخيرا راوتر من شركه وي. توصيلة النت غبية صراحة، بس أهم شيء راوتر وإنترنت. الإنترنت 30 ميجا، قالوا لي لازم نحن نعمل اختبار الخط، إذا ضبط 30 ميجا ونرفعه هيك وما شابه. فأنا حمشي على هذا الأساس. شو كمان إيه، أهم شغلة كانت الكنب. شايفين الكنب هدول اللي أنا جبتهم؟ هدول كنب مستعملين، بس أنا قدرت إنه أنا آخذهم بسعر كتير رخيص بقد ما زاد. يعني هلا صراحة هو ما لهم هالقد يعني متينين، وما لهم هالقد نظيفين، يعني حتى تنظيف لسه ما نظفتهم. بس قدرت تجيبهم. تخيلوا كل هذا كل هذا هيك. تخيلوا انه انا قدرت اجيبه $50 بقلب مزاد، يعني تقريبا شغلة 2500 جنيه، هيك شي تقريبا. فانه كان عرض جدا 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 ممتاز وحلو بالنسبة لي. بالمطبخ شوفوا شلون حليت انا مشكلة المساحة. كانت المشكلة الأساسية عم تواجهها مشكلة المساحة والزبالة اللي على الأرض والأغراض اللي بنطبخ فيها. يعني مو معقول الواحد يكون حاطط الرز عم يطبخ فيه طول الوقت على الأرض، يعني حسيت إنه غريبة. بس الحمد لله أنا حليت المشكلة عن طريق إنه أنا أشتري هي. تدا، هي مثل خرستانة نحن بنسميها بالسوري. هي يمكن اسمها ما بعرف، مكان بالإنجليزي كابينت، هي مكان تخزين يعني أشياء. شوفوا شلون هون مثلا، هون في طناجر، هون في المعالق والشوك والصحون، هون في الشغلات اللي مثل الرز، معكرونة، شعرية، طحين، ذرة. وهون بقى في البهارات، كل هيك البهارات. وكمان من هون فوق انا اللي عملته انه حطيت الشغلات تبع الجلي. هي صح بتنقط على الارض، بس صراحة ما فرقت، يعني ما في إلها اي قرنة تانية. شوفوا ناحية المجلس شلون. صح. وبعد ما انا صرت قاعد عم اشرب من الفلتر القديم، كان كتير 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 قاعد عم يأذيني انا، لانه متعود على مية الفيجن الفلتر، انا مزبطهم هذا. فالفلتر هذا كان بطيء بطيء. كان بدي ربع ساعة مشان اعبي قنينة. هلا انا جبت فلتر جديد فيه موتور وفيه تانك وتوصيلات. شوفوا لسه ماني مركبه كم يوم، صار اصفر. هذا لازم اغيره. بظن يمكن لانه فلتر جديد هيك بيعمل، بس الله اعلم. فهلا المهم صرت بقدر انه انا اعمل هيك. شوفوا ضغط المي، الحمد لله يا رب. انا ما كنت يعني، الشيء الوحيد اللي انا ما بقدر استرخص فيه هو المي اللي عم تفوت لجسمي، مشان هيك جبت يعني احسن شيء. هذا بظن فلتر من 7 مراحل، اللي انا عندي قبل كان 3 مراحل. الله شوفوا الغاز شلون ضح عينك اغيض، كله من اغيض. شو كمان عنا بدي اوريكم. ايه السيت اب تبعي رح اوريكم اياه بعد ما اوريكم الشيء هذا. هلا انا المكان هون كان كلياته ماله مرتب، كان كلياته ماله ظابط، كان كلياته ماله حلو. لحد ما انا جبت هاللغزانة وفرت لي مساحة خير الله. صرت شو ما بدي قاعد عم حط جوا كل الاربع اواعي. يعني انا ما عندي ما باخذ كتير اواعي اللي بلبسها طول الوقت بعلقها هون، او اللي بستعملها بسرعة. هون جوا بقى التخزين. فانا حطيت حتى دروع اليوتيوب فوق الشنطة تبع السفر، شنطة السفر فوق. فاختصرت خير الله مساحة، وفرت على حالي. طبعا يعني انه انا جايبها بسعر رخيص نوعا ما لها احسن شيء. يعني شوفوا شلون هي هيك بتفتح، لانه هي ما متساويه الابواب. يعني هذا الباب اعلى من هذا الباب، مدري العكس. هو شوف انا شاريها صراحه، يعني لكم انه انا ما استرخصت، انا شاري ارخص الشيء، لانه انا عزابي وما عندي يعني كتير اوعي، بس بدي مكان لخزنهم. اخي ما كنت تفتح. يلا شفتوا، بسم الله، شفتوا شلون هيك يعني هيك في فرق. يعني ما بقدر بس انه انا ادفشها، لا لازم ارفعها وادفشها. فمشوار. المهم فانه هي الخزانه صح زي ما سوالي اياها، قلت له خلي لي لونها اسود. تمام،
قال لي اسود اسود، قلت له اسود اسود. فهو شافني ان انا لابس اسود، جوالي اسود، شاف انه كل شيء عامله اسود. قال لي انت بتحب اللون الاسود؟ قلت له ايه. قال لي بتحب انت اوعيك تكون سودا، غرفتك كرسيك يكون اسود. بعدين قال لي انت كل شيء بتحب يكون اسود ما عدا لون بشرتك. بعد الاخ شو؟ الاخ سوداني. قلت له اوف، انا بتشرف يكون بشرتي لونها اسود. فانسان يعني عسل، خير الله، عسل كتير. هو كتير 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 لطيف. في هون عم فكر انه انا ضيف مثل رف. في عندي انا رف ده، خليني اوريكم اياه. هو موجود بغرفة اخي، بس الله يعين على كمية الفوضى، يا ساتر. ايه رف زي هذا. فعم فكر هذا بينطوى وبيرجع يعني بتقدر انك تنزله. ليكو عندي اياه هون. هذا بقدر انه انا انزله، ارجع ظبطه يعني. وهيك كذا مثل هدول الاشياء. فانا قاعد عم فكر ركبه تحت الخرستانة كنوع يعني من التظبيط فيك تقول. فيبقى زي هيك، يبقى هون او تحت شوي. فصير كل ما بدي انا استخدم شيء او اطبخ شيء حطه، وصير على الواقف اقطع ظبط اعمل على الواقف. هو كمساحة ما بعرف اذا في مساحة صراحة، بس يعني انا شايفها فكرة كتير كتير منيحة. ما بعرف، هيك الافكار اللي انا بقترحها انا لنفسي بشوفها منيحة. وهلا خليني اورجيكم شغلة. هلا انتم ملاحظين هون انه هذا مكان نومي، يعني صارف عليه شغلة 10-20 دولار. مخدات، حتى هي مخدة من الصالون يعني. الحاف، بس الدنيا صيف وحر فما عم هذا ما عم اتغطى. فهذا صارف عليه 20 دولار. تمام. هلا قبل ما اورجيكم السيت اب تبعي، تتذكروا لما انا قلت لكم انه انا بدي اشتري شاشة، صح؟ كنت قاعد عم دور انا على شاشة رخيصة تكون ثانوية لللابتوب، لأن أنا بدي شاشة بحجم شاشة اللابتوب وما شابه. بقى لقيت أنا على النت شاشة قياسها 32 سنتي. تمام. وأنا وصيت عليها، تلاقي أصغر بشوي من اللابتوب، بس منيحة كشاشة ثانوية. تمام. حلوين حلوين. بعدين بيوصلني الطرد، وبلاقي انه انا كغبي كشخص غبي جايب شاشة 32 انش 32 انش، مو 32 سنتي. شوفوا قديش الفرق بالحجم. انا متعود على هي، ماني متعود على هي. فانا اللي قاعد دام وين بدي اروح بالشاشة. طبعا هذا المكتب الجديد اللي انا اشتريته، فمنيح والله. هذا المكتب المفروض كان يجيني معلوم متركب، بس اجاني متركب ما ادري ليش. وانا لحد هلا قاعد عم استنى فلوس المايك اللي كان بدي اشتريه يرجع مشان ارجع اشتري. صار في مشكله بتوصيل المايك، فعملت الغاء للطلب، تاخر 4 ايام. ما كنت عرفان انه رح يتركوني هلا لبعد اسبوع ونص، لحد هلا ما رجعوا لي فلوس المايك. فعم نستنى، المفروض يا اليوم يا بكره يرجعوا لي فلوس المايك. بس انه هذا السيت اب تبعي بشكل عام بوجود الخزانه فضت مساحه كثير كبيره من الرفوف هدول فضيوا كثير مساحه حلوه. وكمان اشتريت هذا الكيبورد، لقيته حلو، لقيت انه نوت باد يعني، شكله كثير جميل. ف هدول الرفوف اللي تحت كمان اخذتهم. هذا شايفين هذا الديسك انا عم شوف كل المراجعات عم تقول انه اجاها واحدة من السلبيات انه بيجي ماله مركب ولازم انت تركبه. انا قلت لحالي اوكي حلو، جهزت العدة تبعي وجهزت المفكات والبراغي، يعني كنت حقلب ادوب ذا بيلدر. بس بقى شو صار؟ اجاني والله مركب. المشكلة انه العمارة تبعي ضيقة، فانه انا ما بقدر انه بس يعني تطليعه هو على شكل ال، لانه هو على شكل ال، فتطليعه كان كتير ثقيل. كتير ثقيل كان تطليعه. بس الحمد لله يعني شكل يعني اموره كتير حلوه، شغلته كتير حلوه هذا السيت اب. انا ان شاء الله بدي ارجع للستريمينج قريبا، بدي استعمل هالشاشه، بس انه حاليا لساتي قاعد عم اتدارك انا الوضع. قولوا لي شو في عندكم افكار انتم ممكن تسويها. هلا انا كنت قاعد عم خطط، بدي اضيف ساعه هون هيك بالنص ساعه، وعندي بالغرفه، يا اما انا عندي بالغرفه بدي احط مكيف، لانه عن جد هذا الحر حيقتلني، هي المروحه ما عم تكفي. يا اما هون بالغرفه بدي احط عندي مكيف، يا اما بدي بالصالون انا احط مكيف. بس طبعا لا نقبض
لانه هلا هيك فلسنا انا. بس انه اهم شيء الحمد لله ضمننا نحن النت، ضمننا موضوع شو بيسموه انه واصل الشبكه، لانه شبكه الجوال شوي مكلفه وانا كنت قاعد عم بسوي ستريمينج عليها. فهلا الستريمينج بصير بس على شبكه الجوال، وحمل وموسيقى وشغلات تانية انا بقعد بستخدمها بتستهلك كتير من النت، بحطها على انترنت البيت. واخي اخيرا صار فرح طار من عقله انه صار في عنده انترنت. يس لانه انا ما عم اعطيه كنت من الباقه، فهو وهو ياها عمل اول ما صار في نت. هذا الشغلات اللي صارت معي اخر كم يوم. شكرا كتير لكم انتم تابعتوا هذا الفيديو. قولوا لي شو في عندكم اقتراحات كمان، لا تخجل.